واسرقوا من الحياة أجمل لحظات عمركم، لأنه فعليا يا جماعة الخير اللحظات اللي بتروح مستحيل ترجع. شو ما حاولنا نحييها، شو ما حاولنا نعمل، لو رجعنا الأشخاص والأماكن، لو رجعنا التفاصيل بكل ما فيها، مستحيل نرجع شعور لحظة كانت لأول مرة. شعور اللحظة لأول مرة شعور جدا غريب، خليك تعيش حالة استثنائية بكل ما فيها. فعشان هيك عيشوا لحظاتكم بكل تفاصيلها، وبأمركم لا تدوروا انكم تعيدوا اللحظة، لأنه مرات لما بنرجع بدنا نعيش لحظة بنفس تفاصيلها بنشوهها أكتر. حاولوا انكم تخلقوا لحظات جديدة، حاولوا انكم ما توقفوا على المواقف، حاولوا انكم ما تأجلوا الشعور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فراولاتي الحلوين عاملين ايه؟ رب تكونوا في تم صحة وحال وراحة بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معكم ليلى فوزي. فلو اول مرة تشوفوا القناة ادفعوا حالا زر الجرس على الكل، دوسوا السبسكرايب والاشتراك يا احلى وارق فراولايا في حياتي. وحشتوني من هنا للسنة الجاية، بحبكم قوي ومفتقداكم جدا. عارفة ان انا تقريبا 6 ايام او 7 ايام منفصلة عنكم، وحشتوني بجد جدا جدا جدا. لو اول حد يشوف القناة المحتوى او النهاردة ان شاء الله الفيديو زي ما انتم شفتوا في المقتطفات، هو عبارة عن ديكور خريفي قمر جدا مبهج فوق الوصف. اللي انتم شايفينه حالا ده للغرفة، ده كان ديكور كنا عملناه مع بعض كده، لكن النهاردة هنعمل ديكور برضو مختلف. هنعمل كمان للريسبشن بره، هنعمل ديكور حلو قوي خريفي بالالوان والحاجات اللي مش ممكن يعني. هنستخدم كمان هنا في الغرفة وغرفة الماستر غرفة النوم هنستخدم الياقوتين اللي هو الخريفي طبعا او الشتوي اللي هو معروف ده. مبدئيا كده انا بس حبيت اشرح للناس الجديده. انا كده بستعد بقى الوقت ده كده بستعد عشان كان عندي اليوم ده كان يوم 3 زي ما انتم شايفين في النتيجه. القمر دي اللي كانت من بورتو ديكور، كان عندي كلاس جيم، فكنت بحضر حاجتي وبستعد اروح. تمام، دي حاجه. تاني حاجه عايزه اقول لكم النهارده ديكورات النهارده اللي معانا برعايه جاليري بورتو ديكور. احنا بنتكلم يا بنات عن محافظه بورسعيد، جمهوريه مصر العربيه طبعا محافظه بورسعيد. وجاليري بورتو ديكور هسيب لكم اللينك بتاعه والتعليق في اول تعليق مثبت والواتساب. ليه بقى بقول كده في الاول؟ عشان تبقوا مركزين لو حد حب يعني عجبه حاجه وحب يسال عليها. ده كده صباح كده تاني يوم. طبعا انا مجمعه لكم شويه ايام، فكنت كل يوم اطلع يعني اعمل يعني مقتطفه صغيره كده، حاجه صغيره جدا وفي التصوير وكده يعني. طبعا سبب الغياب بس الفتره اللي فاتت كان عشان مكه بنتي حبيبتي كانت تعبانه جدا وانتوا عارفين. وبشكر من قلبي كل الفراولات، بحبكم جدا 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 جدا، بشكركم. وهطمنكم على مكه ان شاء الله في الفيديو ده النهارده. الناس كتير سألتني على الخاص، ناس كتير بعتت لي وبعت لي اسماء دكاتره واتصلوا بيها في التليفون. ويعني بصراحه ربنا يجازيكم خير بجد، احلى اخوات واحلى اصحاب في الدنيا. ربنا يبارك فيكم يا رب وما يحرمنيش منكم ده ابدا. والحمد لله بفضل الله مكه احسن، وده بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم دعواتكم نصايحكم. في منكم اللي قال لي اعملها يا ليلى الرقيه الشرعيه، في منكم اللي وصف لي بعض الدكاتره كويسين، في منكم اللي دعا لها كتير من قلبه، وكل ده واصلني احساسه. وجزاكم الله خير عني، وبحبكم من قلبي جدا جدا جدا. وكنت قلت لكم ان انا يمكن كان موضوع رقبتها ان هي كانت معوجه وجامد وواصله على 15 يوم ما بتتحركش والكلام من ده، فانا كنت مقلقه. الحمد لله رب العالمين فضل من الله عدينا المرحله دي. فحاجه بس كنت حابه ان انا اضيفها، ان بفضل الله سبحانه وتعالى يعني انا اخدت بالاسباب، فوضت الامر لله سبحانه وتعالى، وعملت زي ما انتوا قلتوا رقيتها رقيه شرعيه، وكمان مشينا على العلاج خدنا بالاسباب، وعملت كل اللي انتوا قلتوا عليه كل حاجه. حاجة تانية بس حابة ازودها، ان انا بفضل الله سبحانه وتعالى كنت بطلع لها صدقة بنية الشفاء. وبصراحة في الاول كنت بطلع صدقة بنية الشفاء وما كانش فيه اي تحسن، فانا حسيت ان ده برضو شبه اختبار او حاجة زي كده. فالفضل الله سبحانه وتعالى استمريت في الموضوع ده لغاية لما ربنا شفاها. ليه بقول لكم كده؟ مع ان دي ممكن تكون من الحاجات اللي هي بتبقى الخبايا او الحاجات اللي بتستخبى، بس انا حبيت افيدكم لربما حد يكون عنده حد قريب منه مريض، هو نفسه يكون مريض. فبجد بجد بجد ده صدقة يعني، ده مرضاكم بالصدقة. الصدقة بجد جميلة جدا لكل حاجة.
للرزق، للبركه، للصحه، لكل شيء. فانتوا عارفين ان انا اول باول اي حاجه بحب يعني اشارككم اي حاجه بتحصل معايا، وبحب افيدكم. لو في حاجه شفت ان هي عملت معايا حاجه ايجابيه بقول لكم، ولو حصل في حياتي حاجه سلبيه برضو بحب انوه عنها، لان انتوا عارفين انتوا غاليين عندي جدا. ربنا سبحانه وتعالى يعلم انتوا عندي ايه، يعني مش مجرد متابعات. ويعلم ربنا سبحانه وتعالى ان انا الفتره اللي فاتت دي ما كانش مزاجي احسن حاجه، علشان بجد انا ما كنتش بتابع معاكم، لان انتوا وحشيني قوي. حابه ان انا انزل فيديو كده مش عارفه ايه، ف يعني سبت الدنيا تمشي زي ما هي. ما حبيتش ان انا اقاوم او اجبر نفسي ان انا اقوم اعمل الكلام ده. ويمكن زمايلي اليوتيوبرز عارفين الكلام ده، ان بجد المرحله او الفيديو بتعمليه بعد انقطاع فتره حتى لو يومين 3، في ناس كتير عارفين الكلام ده، بيبقى صعب جدا. الموضوع مش سهل خالص، ده انت بتبقي بتقاومي بشكل غير مش طبيعي. يعني قبل ما تفكري انك تمسكي الموبايل او الحاجه اللي هتصوري بيها تحطي الترايبود، لا تنسقي افكار. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يديم علينا نعمة الحاجات الحلوة اللي في حياتنا. اللهم لك الحمد يا رب، احنا شاكرين فضلك علينا، نعمة كتير 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 علينا، اللهم لك الحمد. حاجة بقى طريفة حصلت فحابة ان انا اشارككم فيها. وشكرا لكل اللي هناني بعيد ميلادي، وشكرا لكل اللي هنا همس ومكة، لان احنا 3 في ورا بعض. شكرا ليكم حبايبي، يا رب ودايما حياتكم كلها هنا وسعادة. حاجة طريفة بقى حصلت. طبعا انتوا عارفين ان انا في الجيم النورس، تمام. فكنت قلت الكلام ده قبل كده، كلام من ده. فطبعا انا حبيبتي رانيا على السبيل العام هي فراولتي، هي متابعة معايا هنا في القناة، وكانت متابعاتي زيكم كده اخواتي وحبايبي، وكانت على طول بتعلق لي، وفي ارتباط كده ايه يعني بيننا وبين بعض زي ناس كتير زيكم كلكم بصراحه. فاتعرفنا عن طريق القناه. بعد كده مش عارفه معرفش يا رانيا انت جبتي رقمي ازاي. وصلت كان رقمي بالقدر كده مع سما، فقلت لها انا كذا 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 فراولة ماما، سلمي لي عليها وحاجات من دي يعني. وقالت لها، ما كلمتها بقى في التليفون، قالت لي ده انا بقالي كذا شهر عايزه اتواصل معاكي وكده ومش عارفه ايه. وخدنا الفيسبوك بتاع بعض وجميله وظريفه وروحها حلوه، وانا بحبها على السبيل الشخصي والله العظيم سكر كده. فالمهم طبعا الكلام ده في فترات يعني كتير يعني. فكنا كل فتره ليلى انا عايز اشوفك يعني على الواقع وكده، وانا اقول لها والله انا كمان يا رانيا ومش عارفه. فضلنا بقى ايه نحدد مواعيد كتير وتفشكل وتبقى فاكسه ومش عارفه ايه، لغايه ما قدر ربنا من العيد اللي فات تقريبا. فكنت انا وهمس انا وهمس ومكة في ميد كاب. فتلاقيت حد بيكلمني زيك مش عارفه الله يسلمك، قالت لي ايه ليلى صح مش عارفه ايه، انا رانيا روني. قلت لها لا مش مشكله، لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه، اللي هو ايه يعني احنا عملنا خطه واحنا الحمد لله اتقابلنا ايه قدر كده يعني. وطبعا انا مبسوطه جدا ان انا شفتها، وهي كانت مبسوطه جدا وسعيده. شافت مكة طبعا، لان انتوا عارفين ان مكة انتوا مرتبطين بيها، يعني بتطلع معايا في الفيديوهات وكده. ده كان في الشتاء بقى. فطبعا احنا بقى يعني بعد كده بقى على السبيل الشخصي بقى اصحاب على السبيل الشخصي بعد كده. فكان حاجه حلوه قوي. فالحاجه الطريفه ان انا كنت في النورس امبارح، بس امبارح كان يوم مش فاكره والله كان 6 ولا كام، المهم يعني. فكنت هناك وبص بقى اطمنكم الاول على مكة ونرجع وارجع اقول لكم تاني. اللي يعني سالتونا عليه كتير كنتوا قلقانين عليها. كوكي تعالي كوكي سليمة على الفراولات، انت فين؟ تعالي كوكي، تعالي هنا يا كوكي. الحمد لله راسها بقت احسن شويه، الحمد لله صلحت. بصي كده هنا يا كوكي، فهي بقت احسن وبتلفها شويه، فالحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وثم بفضل دعواتكم والله بجد. شكرا لكل اللي اهتم وسأل على كوكي. على فكره بصي لي انا هنا الفراولات سألوا عليكي كتير، فراولات سألوا عليكي كتير، وعلى فكره كانوا بيدعوا لك جدا وكانوا زعلانين عشانك قوي، وناس قالوا لي يرقيها وناس قالوا لي اديها للدكتور وكده. انت بقى تقول لهم ايه؟ شكرا فرولتي حلوين. يلا اقول لهم بقى حطوا لايك واشتراك والتعليق. حطوا لايك واشتراك والتعليق. يلا اعملهم باي باي. باي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. عايزه اقول لكم اشارككم احساسي لما انا صحيت من النوم. طبعا هي مكة كانت نايمه
وكانت بتصحى، لا يا رب انا صحيه قبلها وهي بتصحى، فبتقوم كده من السرير، فانا عماله ايه ده، اللهم بارك، انا عماله بقول إيه لاقي راسها يعني ايه بتتعاد من العادي، قاعده اقول يا رب اللي انا شايفاه ده بجد ولا انا بتهيألي، يا رب يا رب كمل فرحتي، يا رب يا رب تفضل كده. قعدت ادعي بقى فاهمه، ومش عايزه ابين لها حاجه ولا كان كل ده جوايا يعني، وقاعده مركزه معاها واستناها شويه. قعدت شويه وبعدين بدات تتحرك، قلت لها يا كوكي طب بصي الناحيه، طب بصي الناحيه دي، الحمد لله مش قادره اوصف لكم فرحتي، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد بجد بجد. كانوا 14 يوم بالنسبه لي الحمد لله بجد يعني، يمكن عشان مكه صغنونه وكده، وكمان بتاثر بيها قوي، صغنونه كده في نفسها، فاهمين، صغنونه كده وسفتوفه في نفسها كده، وعارفين صغنونه كده وما فيهاش خالص حاجه، فانا بخاف عليها قوي يعني بصراحه يعني. فربي ربي يبارك فيها ويحفظها يا رب، ويحفظ ولادكم اللهم امين يا رب العالمين. فالحمد لله كان مزاجي حلو بقى وكده ومش عارفه ايه، فقلت خلاص بقى انزل لكم فيديو بقى نفوق كده لنفسنا ونرجع لطبيعتنا. وبجد بجد بشكركم من قلبي على اهتمامكم وكل حاجه حلوه، الناس اللي بتحبني والناس اللي انا بحس والله في التعليقات، ناس كتير بيقولوا لي ليلى انت طاقه ايجابيه، ليلى انت مش عارفه ايه، يا رب يجازيكم خير عني يا رب، ويديمني كده نعمه في حياتكم ويديمكم نعمه في حياتي. هكلمكم بقى على اللي حصل في النورس في الجيم، وبعد كده نتكلم على الديكور ده بسرعه. فاللي حصل كالتالي، طبعا احنا في الجيم طبعا ما فيش نقاب وكده، ده صاله جيم يعني، خلاص واحد بيبقى عادي لبس الرياضه والشوز والكده بشعرنا والدنيا وكده. فطبعا انا في المره اللي شفت فيها رانيا في ميك اب، كنت انا بالنقاب، هي عارفاني شكلا بالنقاب بس خلاص، وانا عارفه شكلها يعني، هي كانت محجب بس. فبلعب كده، في حد معدي من جنبي كده، عمال اقول ايه ده، رانيا دي ولا مش رانيا، رانيا ولا مش رانيا، قمت نادها يا رانيا، لقيتش حد بيرد، قلت الله يبقى مش هي، انا شكلي ايه مش هي. وبعدين بتلف وشها كده جنب، قلت لها رانيا قالت لي ازيك مين، قلت لها ازيك يا رانيا عامله ايه وحشاني، قالت لي بتهز دماغها كده، انا بقى مقتوله يعني، مين يعني، قلت لها طب ماشي، طب سيبك من الشكل، طيب انت الصوت طيب ده مش فارق معايا، قالت لي بصي انت عامله لي ايرور، هو الشكل مش راكب مع الصوت، هو الصوت مديني حاجه وانت مين قلت لها طب يعني حاولي تركزي كده، طيب ايه المهم ايه، فضلت قالت لي لا انا بجد مين، قلت لها طب فراولاتي بقى وكده. المهم انا هوصف لكم بالظبط هي عملت ايه. احنا كنا في ناحيه الحديد كده، فهي ماسكه شنطه الرياضه بتاعتها فهي ماسكاها كده في ايدها، فهي رازعه الشنطه في الارض، وقامت عملت ازاي ليلى لولي كده، قامت انقضت عليها حضنتني وانا حضنتها طبعا وبقيت مبسوطه. المهم تحضني شويه وتزقني لورا شويه، تبص في وشي تقول لي طب فهميني طب انت مين، اقول لها يا بنتي انا ليلى، تقوم حضناني، تقوم زقاني لورا تاني، تقول لي انت بجد ليلى، اقول لها والله يا بنتي ليلى طيب يا بنتي الصوت مش راكب، طيب فراولاتي اي حاجه. المهم تحضني شويه وترجع لورا كده تبص في وشي شويه، قالت لي بصي انت عامله لي ايرور جامد، قالت لي الشكل مش راكب مع الصوت، انت بجد ليلى. المهم بس يعني فضلنا كده حوالي بتاع صح يا رانيا انت لو تسمعي الوقت هتبقي عارفه، حوالي 8 دقايق وانا مقتوله يعني، انا بضحك زي كده اكتر يعني، هي دمعت من كتر ما انا عماله اضحك. فقالت لي لا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، لا بجد انا مش متوقعه، لا يعني لا لا انت بنت في العشرينات اللهم بارك مش عارفه ايه. فهي كانت مبسوطه جدا وانا كنت سعيده طبعا. قعدنا بقى نتكلم ونهزر وتتكلم حبه وبعد كده تقول لي بجد انت ليلى ولا يا بنتي خلاص بقى. قعدنا بقى نتكلم كده على الجيم شويه وحاجات وحركات وبتاع ومش عارفه ايه وكده، وانا كنت مبسوطه قوي يا رانيا ان انا شفتك، ومبسوطه اصلا اكتر من الرياكشن بتاعك، انا اتقتلت من الرياكشن، وانا بحبك في الله وبحب كل فراولاتي في الله، ومش قادره اوصف لكم بجد بجد يعلم ربي ده ان انا مقابلتي ليكوا على الواقع بتسعدني، بتعمل لي قشعريره كده، وخصوصا ان انا بلمس الحب بتاعكم في قلبي يعني انا بحسه يعني، بيبقى طالع منكم انا بحسها خالص يعني، بحبكم قوي والله العظيم جدا 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 يعني، رب يديمها عليا نعمه. المهم بقى احنا قلنا ان كل الديكورات احنا النهارده برعايه بورتو ديكور، النتيجه القمر دي من عند بورتو ديكور. عايزه اقول لكم ان هبه طبعا هي اللي صاحبه جاليري بورتو ديكور، وهي اللي ماسكه هناك كل حاجه، فهي من عندها النتيجه دي. حابه بس اتكلم على الساعه، انتوا عارفين ان انا بعمل الساعه بتاعتي عندي عماد الدين يبدا بيانات جنب قاعه البوريفاج، احنا بنتكلم على
محافظه بورسعيد، قاعه البورفاج، هو جنبها بالظبط عماد الدين للنظارات الطبيه والشمس وكل حاجه. طبعا ده من احسن حد انا اتعاملت معاهم، لان بجد الماتيريال بتاع النموذج بتاع الشامبر بتاع العدسات الصفاء بتاعها مش قادره اقول لكم ما شاء الله لا قوه الا بالله. وانا بصراحه كنت سعيده جدا، فانا حبيت ان اشارك معاكم كل ده. الديفيوزر اللي قمر ده المعطر كان من عندي بورتو ديكور، البيبي لايت ده من عندي بورتو ديكور، وقلنا هنسيب ده في اول تعليق مثبت. الديكور النهارده مختلف طبيعي، يعني مختلف جدا عن المرات اللي فاتت. حبيت ان انا اغير، دخلت الجري النهارده بدل الملايه الابيض، على حسام اللي قالت لي ماما خليفي الابيض شويه. فهو حاطط كمان هنا الشال ده، وعايزه اقول لكم ان ده اول مره استخدمه من الشتاء اللي فات. مبسوطه ان كنت معاكم. استنوا بقى بقيه الفيديو المره الجايه، معلش عشان هو النهارده كان طويل شويه. فديكور بقى اللي هو الخريفي القمر ده هينزل ان شاء الله الفيديو الجاي. انا بحبكم وبموت فيكم، اهم حاجه تنسوش اللايك والتعليقات بقى تحت، انا وحشاكم اهو والتعليقات تحت، وشيروا الفيديو، واشوفكم على خير يا احلى وارق فراولات في حياتي.